السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحيل جوميز عن نادي الزمالك عادي. ما كاردونا مشي من هرب بردك من نادي الزمالك، وقبليه بشكيكو هرب بردك من نادي الزمالك عادي. احنا اللي بنعمل مدربين، مش المدرب بتعملنا. نادي الزمالك لو لعب يوم الاحد قدام المصري من غير مدرب هيكسب المصري برضه. اولا، رحيل جوميز ده علامة استفهام كبيرة قوي. انا مش هقول لكم بقى ان دي مؤامرة كونية، ولا اللي انتوا عاملين تقعدوا تقولوا بتخترعوا ومش لا، مش بنخترع. في حاجة اسمها كتاب معمول كده اسمه شغل صهاينة. الكتاب ده بيقول لك انت بتعمل كل حاجة علشان انت ضعيف، ان الاقوى منك ما بقاش زيك. لازم عشان انت ضعيف الاقوى منك ما يبقاش زيك، لا يبقى اقل منك. تخيل انت ضعيف وعايز يبقى اضعف منك عشان هو اقوى منك. فالكتاب ده بيقولك ازاي ان انت توقع منافسك في كل حاجة، اي حاجة جوه الملعب وبره الملعب. تخيل انت يا راجل يا طيب، فرقة في الاخر الدوري السعودي تعرض على جوميز 250 الف دولار. الناس عماله تقول لك طبعا، والزملكاويه اللي ماشيه ورا اللجان الاهلاويه طبعا انا مستغرب ازاي الزملكاويه محترمين بيفهموا يمشوا ورا لجان مش عارفين الاهلي هيلعب امتى، ما يعرفوش الاهلي بيلبس احمر ولا اسود. ازاي ماشيين ورا الناس دي؟ يا جماعه الاداره ما اثرتش مع جوميز. جوميز كان متفق وطلع بلسانه كده في مؤتمر صحفي، قال انه هيجدد بعد ماتش انيمبا. بعد ماتش انيمبا جاله عرض خرافي هو والجهاز الفني بتاعه، 260 الف دولار. ازاي انا اخد 60 الف دولار في مصر وزيادة 190 الف دولار زيادة؟ لا، اي واحد في مصر هيقدر يتحمل ربع مليون دولار؟ استحالة، لازم يرفض. وجوميز مش ابن نادي الزمالك. وجوميز سيبكوا بقى من الشغل ايه اوكش بالبكاء والحاجة، دور على مصلحته. بس احنا عايزين نعرف مين اللي وراه جوميز اللي يخليه يمشي، زي ما خلى كاردولون يمشي، زي ما خلى بشتيكو يمشي. الاجمل من ده كله، زي ما خلى ايمانويل يمشي وطلعت بمنتهى الوقاحه ومنتهى الرخص اقول لمهيب عبد الهادي، كان ايمانويل امونيكي بيهزقنا كل ماتش ويعكنن علينا كل ماتش وياخد الدوري سنتين ورا بعض، فلازم امشيه. جبت له عرض كبير بس هو جاهل، قال لك المانيا وهو ما راحش المانيا. طبقا بس للتواريخ، طبقا للمعلومات الصحيحة، ان مانويل راح سبورتنج لشبونة لمدة شهرين، وراح تاني على برشلونة وختم هناك بعد ما جاله بس صليبي. على فكرة من فاهم الأهلاوية عشان بحب أوي حسنة أخدها، إن أنا فاهم الأهلاوية زي محمد عبد الوهاب. قال لك أنا جبت عرض لإيمانويل عشان بيعاكنا على الأهلاوية، ده من ضمن كتاب شغل الصهاينة. فدلوقتي جوميز واخد دولة بطولة الكونفدرالية والسوبر الافريقي على حساب الكومبارس بتاعي اللي انا واخد منه بطولتين مش قادر ياخدها كل 30 سنة. السوبر الافريقي انا اروح وفي واحد بيتريق وبيقول واخد نص الدنيا ما يجيلوش عروض. بس ما علينا. اولا انا عامل الفيديو ده علشان انا بعمل ان الناس كلها جايه على الاداره، الناس كلها الاداره مقصره، لا. اقول لك معلومه كبيره قوي من جوه نادي الزمالك. نادي الزمالك عمل اللي ما عملوش حد في الفترة اللي فاتت مجلس الإدارة. وحسين لبيب يشكر إنه سدد على الزمالك 4 وتسعمية خمسة وتسعين ألف دولار، 4 مليون 995 ألف دولار. قيمة الإيه وقف كده اللي فات لكل القضايا اللي فاتت. تخيل أنت ما يقرب من 5 مليون دولار أسددهم عن المجالس السابقة اللي كان عامل فيها انا وانا 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 وبيتكلم عن شخصيته هو بس بعيد عن الزمالك. والناس ما طلعتش ايه قالت انا عملنا وعملت، في صمت. لحد النهارده بيفكروا هيجيبوا مين، لسه شهر يناير ما جاش بس احنا عارفين هيجيبوا مين. ومفاجآت هقولها لكم بس لما تقترب التوقعات لينا. انا عامل الفيديو ده عشان اعرفكم ان مجلس الاداره ما اثرش مع جوميز، بالعكس. جوميز كان هياخد 130 الف دولار لو كان جدد، كان هياخد ضعف مرتبه. لو كان جاي بياخد 60 الف كانوا يدوله 130 الف دولار. رفض وراح ل 250. فده ما يخصش الاداره، الاداره كده مش غلطانه. الاجمل من ده كله ان امبارح كان في اجتماع مع معتمد جمال عشان يشكل جهاز فني. كله وافق ما عدا 2 عضو مجلس اداره رفضوا الموضوع. معتمد جمال جاي تكليف من حسين لبيب، معاه واحد من الاتنين بس الاقرب محمود فتح الله.
محمود فتح الله او ايمن عبد العزيز. مدرب عام، مدرب مساعد، مدرب ابراهيم صلاح. طبعا عارفين ابراهيم صلاح رئيس قطاع الناشئين، هو حازم امام من ضمن الناشئين ماسكين مدرسه الناشئين في الزمالك، هيبقى مدرب. معاه استاذ كابتن اسامه عبد الكريم مدرب حراس مرمى، وعبد الواحد هيفضل زي ما هو في منصبه مدرب مدير كوره. الكلام ده كان امبارح الساعه 11 بالليل. لحد بكره الساعه 10 لما جميع مجلس اداره نادي الزمالك تبقى موافقه هيتعين معتمد جمال. لان لحد امبارح كان في عضوين من عضو مجلس الاداره كانوا رافضين، عايزين يجيبوا مدرب اعلى للمرحله الجايه حتى لو مصري، على الرغم ان احنا عاملين هاشتاج ان احنا عايزين طارق مصطفى او مؤمن سليمان. والاقرب طارق مصطفى لانه مدرب خبره، والله الله اكبر عليه، فاهم كوره. فلو جه معتمد جمال انا مش هزعل، معتمد جمال محترم جدا وبيفهم كوره. لو جه طارق مصطفى يبقى كوره في الجون، ان انت تجيب مدرب فاهم. والوحيد اللي انت وهو غلبته الاهلي السنه اللي فاتت 4-1، يعني انت غلبت الاهلي 2-1 وهو غلب 4-1. فطارق مصطفى فاهم يعني ايه كوره. دي من ناحيه. احنا قلنا سدد 4 مليون 995 الف دولار على كل القضايا والحاجات اللي فاتت. وفي نفس الوقت دلوقتي بيعمل تشكيل لمجلس الإدارة، بيعمل تشكيل للجهاز الفني بمعتمد جمال ومحمود فتح الله وإبراهيم سعيد وأسامة عبد الكريم وعبد الواحد السيد. اللي انتوا ما تعرفوش ان نادي الزمالك النادي الوحيد في مصر اللي لو حصل عند غريمي الدنيا تقوم. لو حصل عند غريمي اتحداك هتلاقوا كوارث وهتلاقوا فضايح. نادي الزمالك مطلع استمارة من قيمة أسبوع بكل ما خده من الدولة من مساعدات ومداعمات، وكل ما صرفوا على وقف القيد وعلى التجديدات وعلى مرتبات لعيبة وعلى مدربين. أتحدى حد عنده نزاهة وشفافية من الغريم إنه يطلع شهادة زي دي أو يطلع استمارة بما دخل ليه وبما خرج منه، استحالة. لكن الشريف انضف واكبر قلعه في مصر، ما بتخفيش حاجه عن جماهيرها وما بتخافش من اي حاجه. احنا بقى مش مستنيين يروحوا لنا يجيبوا لنا كسب غير مشروع او من اي نجهه الحاجات اللي عملوها مع مرتضى ده علشان يوقفونا. لا، الراجل عملوا لكم استماره جاهزه، فلقوا الاستماره جاهزه راحوا له جوميز. انا دلوقتي لما اجهز لك كل الخارج ووارد ومفيش غلطه ادور لك من تحت، مفيش مشاكل. انا بوهمك ان فيهم نفسه، بس انت شاطر في دي هاخدها منك. انت بتحيا بدي هموتك منها. انت لعيب بيأثر عليا همشيه. مدرب متفوق مش هسيبهولك. اشمعنى المدربين اللي جابت بطولات للزمالك هم اللي بيروحوا السعوديه؟ كارديرون ما جاب معاك دوري وجاب معاك كاس وجاب معاك حاجات كتيره وصلك للنهائي وبرضك مشوه. بيشيكوا نفس الطريقه، جاب لك كاس مصر 3 مرات ورا بعض وكان اقرب للدوري قبل ما ياخد الدوري التاني ليه مشوه. جوميز جاب لك كونفدراليه وسوبر افريقي ولسه لحد دلوقتي بيصارع مع المصري، ماليش دعوه بالتالت، بيصارع مع مصر في الدوري وماشي كويس، مشوه. هي ماشيه كده، كل ما هو يقويك انا هضعفك. ما هو الضعيف في كتاب الصهاينه لازم يخليك اضعف منه. بس احنا اقوياء. عرفتوا قد ايه الزمالك يخوف؟ عرفت قد ايه الزمالك لما بيفوق يقف على رجليه مرعب؟ دمتم لنا دائما اضعف فاضعف فاضعف، ويبقى الزمالك دائما انضف واكبر قلعه في مصر.